اهم مباراة في الجولة 13 من الايجيبشن ليج الدوري المصري الاجنبي، اهم دوريات الكوكب والارض وضرب التبانة. آه الاهلي والمصري صراع قديم او منافسة قديمة، فكده كده المباراة دايما لها قيمة. غير كمان التنافسية وان الفرقتين طمعانين بوقوع سيراميكا وباصين على الترتيب الاولاني. ده غير ان فرقة في الكونفدرالية وفرقة في دوري الابطال، يعني لقاء كبار في افريقيا. الخلاصة عشان ما تتوهش مني، تعالى معايا. دي قائمة النادي الأهلي لتلك المباراة: عودة مروان وكوكا وخروج العش وبين رمضان للإيجاد اللي أنا كنت خايف منه. كده الأهلي قائمته فيها نقص، مروان نقص كبير، لكن عودة مروان مسمار النادي الأهلي عاد. الخلاصة مباراة مهمة لأن المصري والأهلي بيسعوا للفوز. مباراة مهمة لأن كده كده ممنوع التعادل أو الخسارة بالنسبة للنادي الأهلي. مباراة مهمة لأن الزمالك وبيراميدز ووادي دجلة وإنبي وسيراميكا يتمنوا خسارة النادي الأهلي وفوز المصري. مباراة مهمة جدا بين فرقتين قويين جدا هجوميا، نيلة جدا دفاعيا. فمنتظرين مباراة من العيار الفاخر. أتمنى فوز النادي الأهلي. خلص الكلام. سلام. نسيت اقول لك اهم اختبار قبل السوبر. ربنا يستر يا ترى.